بيحكي ملخصنا عن تجربة خطيرة بتمكن الإنسان من إنه يقضي وقت جميل في دقايق بسيطة، ولكن خطورتها في عقل الإنسان اللي محدش ممكن يتوقع هو ممكن يتصرف إزاي. فتعالوا نشوف مع بعض تفاصيل التجربة. بيبدأ فيلمنا برين وهي قاعدة مع أخوها جايد على الشط بدل الغطس، وواضح إنهم كانوا بيقضوا وقت حلو في البحر. وبعدها بشوية الاتنين بيقرروا ينزلوا تاني بعد إلحاح من رين على أخوها اللي بينزل معاها. وبعد المشهد ده بنشوف رين وهي في شقته، وبعد المشهد ده بنشوف رين وهي في شقتها وعينها بتنزف دم بعد ما استخدمت قطرة معينة، واللي باختصار بتاخدك لعالم من الخيال الخاص بيك عشان تقضي وقت جميل. وبنعرف إن دي تجربة بقالها 4 سنين شغالة على تطويرها، لأن من 4 سنين أخوها جايد اللي كان بيعوم معاها في خياله غرق، وللأسف عقله دخل في غيبوبة، ومن وقتها هو مش عارف يفوق. وطول الوقت كانت رين بتحاول تطور في القطرة عشان ترجع أخوها للحياة من تاني، ولكن الفشل كان نصيبها طول الوقت. بس قدرت تنجح في عمل أكتر من قطرة بتاخد العقل لأماكن حابب يروحها ببرمجة خاصة من رين نفسها. وبنشوفها وهي في مقابلة مع مجموعة من وزارة الصحة، وطبعا سألوها إيه هي القطرة دي وليه هي مميزة، فعرفتهم إنها مش مخدر، يعني مفيش أي أذى منها، لأنها عبارة عن برمجة ذكريات حقيقية للإنسان اللي مش قادر يعيش الذكريات دي في الواقع. بس خطورتها إن ممكن القلب يقف فجأة لو حصل أي غلط، أو حتى تحصل سكتة دماغية. بس اللجنة كانت معترضة على طريقة عمل القطرة لأنها بتعزل الإنسان عن الواقع لو حتى مجرد دقايق. بعد المقابلة بتروح رين تزور أخوها جايد وبتجرب عليه القطرة من تاني يمكن يفوق، لكن زي كل مرة مش بيستجيب لها. بتروح بعدها على شركتها هي وسام شريكها عشان تكمل تجربة هناك، لأن رين كل ما تبرمج أماكن جديدة بتختبرها بنفسها عشان تتأكد إن مفيش أي مشاكل. ومن ضمن البرمجيات كانت برمجة الجليد، وبايرون زميلها كان هو المسؤول عن تجربة القطرة دي. وفعلا وصلت رين وقضت اليوم في خيالها عادي، لكن حبت تطول المدة شوية فقررت تقعد كمان كام يوم وتشوف لو هينفع تعمل كده. وتاني يوم كانت بتكرر الأحداث لحد رابع يوم بدأ دماغ رين يتعب ويحس إن في حاجة غلط، وللأسف البرمجة بدأت تنهار ورين معاها. فطار بايرون إنه يصحيها بسرعة وعرفها إنها قضت 6 دقايق المرة دي، واللي بيساوي في الوقت الخيالي 4 أيام. بايرون عرفها إن كده لازم يستنوا بإطلاق المنتج بسبب الغلط اللي حصل، بس رين صممت إنه خطأ في واحد من الأكواد وطلبت منه يدور عليه ويصلحه. حاول بايرون يفهمها إن في خطورة بس كانت عند رأيها. بعدها راحت لمكتب سام شريكها واللي بيمول المشروع مش أكتر، وكان وقتها عامل اجتماع لمجموعة من المستثمرين عشان يعرض عليهم المشروع اللي سموه الحياة التانية. وكان بيحاول يجمل لهم الموضوع إن الواحد منهم ممكن يزور أي بلد أو حتى يتفسح شوية قبل ما يروح شغله، ومش هيكون مضطر يسافر عشان يقضي وقت جميل، وكل ده في دقايق مش أيام ومش هتاخد من وقته كتير. ولما شاف رين وصلت عرفهم عليها وقال لها تقول كلمة للمستثمرين عشان هم اللي هيمولوا المشروع لو اقتنعوا. بعد ما بيمشوا بتعرفوا إنها عايزة أدوات كمان، بس قال لها مفيش فلوس عشان يجيب حاجة تاني، والحل إن المشروع ينزل السوق وقتها يعرفوا يعوضوا الخسارة. لكن عرفته إنه لسه شوية على ما تتأكد إن كل الأخطاء صلحتها. فقال لها تستعجل لأن المستثمرين مستنيين المشروع بفارغ الصبر. وهي خارجة بتقابل داني حبيبها واللي بيطلب منها تخرج معاه، بس بتتحجج بالشغل وإنها مش فاضية. وبترجع فعلا لبايرون وبتقعد تلاقي الكود الغلط وبتصلحه وبترجع تعيد التجربة من تاني، وبتقعد أسبوع كامل من غير ما يحصل لها أي مشاكل. لكن في نهاية اليوم بيسلمها داني ملف عن تأثير جرعة زيادة من القطر على البشر، وده ضايق رين لأن سام شغلته إنه يمولهم وبس وملوش دعوة بأي حاجة تانية. فبايرون اتأسف لها لأن سام طول الوقت بيطلب منه يراجع معاه نتائج الأبحاث وهو بيشتغل عنده، فلازم يسمع كلامه. داني حب يفرفشها فقال لها تخرج معاهم تشرب ويناموا على رئيسهم شوية، بس هي فكرته إنها شريكة سام مش شغالة عنده. داني قرر يسيبها تهدى لوحدها وخرج مع بايرون. أما هي رجعت لذكرياتها يوم موت أخوها في الخيال، وبعدها راحت له المستشفى عشان تجرب عليه مرة تانية القطرة يمكن المرة دي يفوق. وسجلت نشاط وعينه رمشت، بس بعدها سكت تاني فعرفت إنه صاحي في اللاوعي بس مش قادر يخرج منه. ولما الطبيب المعالج بيسألها ليه بتضايقه فبتعرفه إنه رمش، لكن بيقول لها إنه بيلعب معاه طول الوقت ده، ودي بتكون الأعصاب مش العقل. فتريح نفسها وبلاش تعيش على أمل كذاب. بترجع رين بيت باباها وبتحاول تبرمج بقطرة جديدة، لكن بتلاقي رسالة من باباها عن إقرار الموت الرحيم، فبتروح له شغله وبنعرف إنه شغال مدرس في الجامعة، وفي الأصل الاختراع ده يخصه، لكن بعد اللي حصل لابنه قرر يتخلى عنه. بس اللي حصل إن رين سرقت الفكرة منه وسجلتها باسمها كبراءة اختراع. المهم إنها بتكون رايحة له عشان تقنعه ما يوقعش على موت أخوها،
وفصل عن الأجهزة لأن في لسه أمل. بس بيعترض الأب لأنه أكتر واحد عارف إن اللي بتعمله من غير فايدة، وعقل أخوها خلاص مات وهيريحه باللي يعمله لأن محدش عارف هو حاليا بيشوف إيه. بس ريني اتعصبت عليه وعرفته إنها مش هتوقع، بس رد عليها إنه مش بياخد إذنها، هو كان عايزها تدعمه مش أكتر. بترجع الشغل تكمل تجاربها وبتطلب من كاس زميلتها تمسح أرشيفها عشان محدش يعرف إنها بتاخد عينات لأخوها بره الشركة. بس اللي حصل إن سام كان وراها وبيتكلم مع بايرون وعايز يعرف المشروع وصل لحد فين وكم عينة خرجت. بس ريني اتعصبت لأنه بيتخطاها، فحب يتكلم معاها بالراحة وعرفها إنهم محتاجين فلوس، وفي سجن عرض عليه مبلغ كبير مقابل برمجة سجن في القطرة يعاقبوا به المساجين. بس اعترضت وعرفته إنها صنعت القطر دي علشان تسعد الناس مش تعذبهم بيها. حاول يفهمها إن ده أحسن للناس وإن الشخص ممكن يقضي عقوبة 10 سنين في يوم واحد بدل ما يضيع عمره، وبكده يكون حصل له إعادة تأهيل من غير ما يخسر عمره. بس اعترضت رين مرة تانية ففكرته إنها صاحبة الفكرة، فده خلاه هو كمان يتعصب وعرفها إنه عارف إن في عينات خرجت من الشركة بدون إذنه، يعني هي مسؤولة تعوضه الخسارة دي في أقرب وقت ممكن. وكل الموظفين طبعا شافوا خناقتهم على الباب وهي خارجة قبل الداني، واخد باله إنها متضايقة فسألها لو حابة تخرج وبيتكلموا شوية، بس رفضت لكن حست إنها محتاجاه فراحوا سوا للبيت. وهناك خليته يجرب القطرة والتزلج على الجليد وكان مبسوط جدا، وسألها لو ينفع يجرب واحدة تانية، بس هي كانت مشغولة بتليفونها وما أخدتش بالها إن داني أخد قطرة تانية بس مش قطرة عادية، دي كانت برمجتها لأخوها مخصوص عن الغرق، وكانت عايزة تشوف هيختار الغرق ولا هيقاوم. بس للأسف داني لما بياخدها بيدخل في تشنجات صعبة ومش بتقدر رين تساعده، للأسف بيموت. أما هي بتقبض عليها، والمحامية اللي سام بياخدها لها بتعرفها إنها بتواجه تهم صعبة منها القتل والإتجار بالأدوية الغير مرخصة. وكان سام متعصب جدا لأنها تدمر سمعة مشروعهم، كل ده قبل 5 ساعات من إطلاقه أصلا، يعني هو ضاع. عشان كده بعد شوية مشاورات بيرجع لها سام ومعاه ماك من الوزارة، ففهمت إن سام هيفتح موضوع السجن الافتراضي من تاني، ولكنها رفضت. فسام عرفها إن داني مات لأنها ما كانتش تعرف، وللأسف مضطرة إنها تقبل بالعرض اللي هيقوله لها حالا، وهو إنها تقضي سنة في السجن الافتراضي بعد ما بتبرمجوا ويبيعوه للوزارة، وبكده كل القضايا اللي عليها هتسقط. وللأسف بتضطر تقبل لأن ما عندهاش حل تاني، وبترجع على الشركة معاهم وبيشرف بايرون على التجربة، لكنها بتفكره إنه لو حصل أي خلل يصحيها بسرعة ويحل المشكلة. بيستخدم بايرون القطرة، وبعدها بنشوف رين نفسها جوه زنزانة ولكنها غريبة شوية، نظيفة ومش زي الزنازين العادية، وكانت هتنهار لكنها هدت نفسها بإن دي شفرة وشوية تختفي وتفوق، وبتبدأ تدور فيها وبتلاقي أكل ومية، وبتسجل على لوحة موجودة كل اللي بتمر بيه، وبيعدي الوقت ببطء على غير العادة. ورين بتكون منتظرة الوقت يعدي أسرع لكن ده ما بيحصلش، وبتبدأ إنها تعاني في السجن بجد ونفسيتها تتأثر بيه، وللأسف بدأ يأثر على مخها وخلى الذكريات كلها تهاجمها من تاني. فعشان تتجاهل اللي بيحصل بدأت تكتب طريقة لعلاج أخوها، بس ده كمان ما كانش له فايدة لأنها بدأت تكلم نفسها خصوصا عن أخوها اللي عايزة ترجعه من الموت وهي عارفة إنه خلاص مش راجع. وعدت الأيام بعدها طويلة على رين اللي أخيرا وصلت لآخر يوم في السنة واستنت إنها تصحى، بس ده ما حصلش. واللي حصل إن العداد رجع يعد من الأول تاني، وقتها انهارت وما بقتش عارفة تعمل إيه، وبدأت تكسر في الزنزانة، وأخيرا هديت لما لقت إن مفيش فايدة من اللي بتعمله. لكن فجأة بتلاقي مصدر هوا جاي من فتحة، فبتحاول إنها تشوف مصدر إيه، وبتحاول لحد ما بتقدر إنها تفتح المكان ده وبتعدي منه، وبتكون دي فتحة تهوية. ولما بتخرج بتتصدم إنها كانت محبوسة جوه صندوق كبير، وفعلا قضت سنة مش يوم بس، وكان في حبس حقيقي. ولما دورت في المكان لقت الأكل اللي كان بيتقدم لها كل يوم في مخزن كبير، وكمان في أوضة مراقبة لقت إن الزنزانة اللي كانت فيها كانت متراقبة طول الوقت، وده معناه حاجة واحدة إنها ما كانتش في الخيال أبدا. حارس الأمن أول ما شافها هربت بسرعة من المكان وأخدت مفتاح عربية وهربت بيها، ولكن سام طلع يجري وراها عشان يوقفها بس ملحقش، وكان عايز يشرح لها اللي بيحصل. أما هي غيرت لبسها ومشيت في الشارع وهي بتستخبى من الناس لأنها تعتبر مجرمة بسبب موت داني. وأول مكان راحت له هو لأخوها ولقيته زي ما هو لسه، أما الشركة لقت المكان كله فاضي وكان ما كانش لها وجود، فبتقرر تروح تبلغ عن سام واللي عمله فيها. وشافت في الشوارع يفط وفهمت إن سام طلع المشروع من غير موافقتها. بعد ما وصلت للقسم وعرفتهم اللي حصل حبوا يتأكدوا من كلامها، وعرفوها إن ملهاش ملف عندهم، بس عرفوها إن حد بلغ عن اختفائها من سنة. وبعد ما عرفوا إنها في إيطاليا وقفوا البلاغ، بس هي أكدت لهم إنها كانت محبوسة لمدة سنة، وطلبت منهم يجوا معاها يعاينوا الزنزانة وهم يصدقوها. بس لما وصلوا المكان بيلاقوه فاضي تماما، وبتستغرب رين الحاجة راحت فين، بس بيكون سام شالهم بسرعة قبل ما حد يوصل لأنه توقع إنها تبلغ. رجعت رين للمبنى اللي كانت عايشة فيه، بس الحارس بيعرفها إن في ساكن فيها من سنة، ولما بتسأله عن حاجتها وأبحاثها بيعرفها إنه ما يعرفش عنها حاجة ومش هيقدر يدخلها الشقة، وبيروح يجيب لها حاجة تشربها. لكن سام ومعاه واحد كانوا بيطاردوه
وحاول إنه يقنعها يتكلم معاها، لكنها بتقوله إنها هتكون في أمان طول الوقت، ما هي بعيدة عنه. فبيتعصب وقتها وبيرجع الحارس اللي بيقول لها تقدر تخرج من الباب الخلفي، فبتجري بسرعة وبتهرب من الجراج وبيحاول يحصلها بس مش بيعرف. أما رين بتتصل على كاسي اللي بتتصدم لما بتسمع صوتها بعد سنة، وبتقابلها بره وبتجيب لها أكل وبتسألها إيه اللي حصل، فبترد عليها بسؤال لو مستغربوش من اختفائها المفاجئ ولا حاولت تكلمها ليه. بتعرفها إن كلهم سمعوا إنها اتحبست بعد ما باعت المشروع وكل اللي تخيلوه عنها وهي في فيلتها في إيطاليا. بتسألها لو باين عليها إنها كانت في إيطاليا، بتقول لها الصراحة لا شكلك متبهدل خالص. بتطلب منها كاسي تحكي لها اللي حصل، فبتبدأ من وقت ما سام أقنعها تدخل تجربة السجن الافتراضي عشان الحكومة تخفف عنها حكم قتلها لداني من غير قصد. بس كاسي بتستغرب وتقول لها داني مين اللي مات؟ وبالليل بترجع لها كاسي بداني اللي بيطلع لسه عايش، وبيفرح إن رين رجعت، بس بتقول له زي ما يتصلش عليها. فبيعرفها إن سام قال لهم إنها مش عايزة تكلم حد حاليا، فقال يسيبها براحتها، لو عايزة أكيد هتكلمه. بتعرف منهم بعد كده إن سام نقل حقوق الشركة والاختراع لنفسه وبيجني منها أرباح ضخمة، وطبعا هي ليها فيها بعد ما سرقها ولازم ترجع حقها، بس مش وقته أكيد. وداني نصحها تختفي شوية وبعدين هيساعدوها ترجع حقها من سام. بس هي عرفتهم إنها مش عايزة حقوق الشركة ولا حتى الفلوس، هي عايزة ترجع الاختراع اللي سرقوا سام منها. وعرفتهم إنها سجلت براءة الاختراع قبل ما سام يعمل اللي عمله معاها، وبتسألهم إزاي توصل البث للهارد اللي متسجل عليه كل ده. فبيعرفوها إن بايرون اللي أخد كل حاجة تخصها وحاليا شغال في الشركة الجديدة بعد ما نسب كل اختراعاتها ليه، والاتنين بيساعدوها تدخل المبنى. كاسي بتديها بطاقة شغلها تدخل بيها، وداني بيروح معاها وبيساعدها تدخل لأنه بيشتغل هناك. بيطلعوا لبايرون اللي أول ما بيشوفهم بيتصدم وكان عايز يهرب بس ملحقش، وداني ثبته لحد ما رين لقت الهارد اللي كانت عايزاه، وطبعا عاتبته لأنه دمرها بسبب الاختراع واديت له بوكس قبل ما تمشي. بس هم خارجين الأمن اكتشفهم وطاردهم والاتنين هربوا، لكن سمعوا كاسي بتصرخ في التليفون بعد ما رجالة سام خطفوها، ولكنهم وصلوا متأخر وأخدوها وهم استخبوا لحد ما اتأكدوا إن مفيش حد. وبعدها أخدوا عربية وهربوا، وأخدته رين لبيت باباها للمعمل اللي كانت بتحاول تطور فيه القطرة عشان تصحي أخوها، وبيقضوا الليلة هناك. وحاولت رين إنها تتأسف لداني على إهمالها له طول الوقت بعد حادثة أخوها، وهو بيقول لها إنه متفاهم اللي حصل. تاني يوم بيوصل الأب وبيلاقيها في بيته، وحاولت تشرح له عن سرقة سام ليها، فبيقول لها إنه عارف الإحساس ده كويس لأنها سرقت تجربته وأنسبتها لنفسها، فمش محتاجة إنها تشرح له. المهم إنها طلبت منه يساعدها ترجع الاختراع، بس بيقول لها إنه من الأول كان عايزها تدمر المشروع، بس هي عندته. بتسأله رين لو هو قدم البلاغ، فقال لها أيوة، وبيتصالحوا الاتنين. بعدها التلاتة قعدوا يشوفوا إزاي هيرجعوا الاختراع، بس رين أول حاجة عملتها عدلت على القطرة وأخدتها وراحت لأخوها وراحت للمستشفى، وفعلا حطت القطرة لأخوها. وبعدها اتفاجئت إن أخوها فتح وفرحت جدا، بس بعدها جسمه بدأ يتشنج وهي مش عارفة تتصرف لحد ما اضطرت بنفسها تفصل الأجهزة عنه، وتخيلته وهو قاعد قدام البحر، والمرة دي قرر إنه يغرق بنفسه وكأنه فقد الأمل إنه يرجع. بتفضل قاعدة جنب أخوها لحد ما بيوصل سام اللي بيسألها تعرف حس بإيه، فبتقوله ما يعرفش، بس اللي حصل له إنه غرق في 20 سنتي مية واختار إنه ما ينقذش نفسه. هنا بتاخد بالها أخيرا إن كل اللي بيحصل مش حقيقي، وبتشوف إن في خلل في الخيال، وبيطلع إن كل اللي حصل أصلا مش حقيقي وإن في حد بيحاول يصحيها. فراحت للشط وقررت تنزل له وتغرق فيه هي كمان، بس بيحصل خلل في البرمجة وفات أخيرا، ولكنها كانت خايفة وضربت سام بالقلم وبعدها هربت. ولما قعدت مع نفسها أخدت بالها إنها تخيلت كل ده، وإن آخر حاجة حصلت هي إن اللجنة وافت على إطلاق المشروع. بعد ما هديت رجعت الشركة تاني لسام عشان تقنعه يوقف المشروع لأنه خطر وممكن ناس تموت منه، لكنه رفض وفكرها إنه خسر كتير بسبب المشروع ده وإن سجن الانفرادي هيعوض خسائره. بس رفضت إنها تكمل التجربة لأنه عذاب نفسي وممكن يسبب الموت فورا. بس سام بيفضل على رأيه وإنه مش هيتنازل عن المشروع، وبيفكرها بالقضية اللي عليها من موت داني لأنه مات فعلا، بس بتعرفه إنه مش هتكمل ومنسحبة. وبعدها بتروح لعزا داني وبتعزي أهله، وبترجع الشركة بتلاقيهم بيلموا في الحاجة، بس سام بيطلب يتكلم معاها وبيوريها هو وبايرون مؤشراتها لما كانت في التجربة، واللي حصل إنها قدرت تكسر الخيال، وده معناه إن في أمل لأخوها. بس بتقوله إنها مش هتعيد التجربة ولا هتكملها أصلا. بس سام بيتعصب وبيقعدها غصب عنها وبيحط القطرة في عينها، وللأسف بتدخل السجن من تاني. وأول ما شافت العداد فضلت تصرخ، بس فكرت نفسها إنها شفرة وبدأت تتحكم في الوقت وتخليه يمر بسرعة. وكان سام وبايرون بيراقبوا مؤشراتها ولقوا إن في خطر ولا يفوقوها، لكن هي بتفوق لوحدها. وبيقع سام وبتمسح شوية من القطرة اللي وقعت على وشها في عين سام اللي بيدخل الواقع الافتراضي. وأول ما بيلاقي نفسه في الزنزانة وحيد بيكون خايف ومتعصب قوي، لكن بيحاول يمرر الوقت. وما كانش عارف وبايرون بيترجى رين عشان تفوقه، لكنها قررت تسيبه لحد آخر يوم، والعداد بيعد من تاني عشان يعرف اللي حسته. وبعد ما بترجعه تاني، ولكن بيكون عارف هي ليه مش عايزة ترجع، وحس بكل اللي حست بيه وإنه عذاب نفسي جدا. بعدها بنشوفها مع باباها في المستشفى بعد ما قرروا يفصلوا جايد من على الأجهزة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.